قصة الفنان عماد حمدي اللي اتجوز فنانة وخلص عليه الاكتئاب. عماد حمدي وجه هادي وصوت رخيم وأدوار رومانسية خلدته في قلوب الناس، لكن ورا الهدوء ده كانت فيه أصعب حكاية عاشها نجم في السينما المصرية. كان موظف بسيط في شركة صدناوي واتنقل منها للسينما بالصدفة. نجم الشباك الأول وشارك كبار الفنانين في أنجح أفلام العصر الذهبي. اتجوز نادية الجندي وهو أكبر منها ب25 سنة، وكان بيحبها بجنون، لكن بعد فترة حصل بينهم خلافات كبيرة وخرج من العلاقة دي وهو محطم نفسيا وماديا. عماد حمدي انتهى حياته شبه مفلس وكان بيعاني من العزلة والاكتئاب، ومات وهو لوحده بدون ضجة بدون جمهور. القصة دي موجعة لأنها بتحكي عن نجم كان بيضحك الناس لكن هو نفسه كان موجوع من جوه. لو عجبتك القصة اكتب في التعليقات تحبوا نحكي عن مين كمان، واشتركوا في قناة نادي الزمن الجميل.